السلام عليكم ورحمة الله. في خبر جديد، الجزائر أمام خيار وحيد: ضغوط أمريكية غير مسبوقة يقودها الرئيس دونالد ترامب عبر مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لطي ملف الصحراء المغربية خلال 60 يوما فقط. إليكم التفاصيل. تقرير دولي مشترك صادر عن مؤسستي كونراد أديناور الألمانية ومؤسسة الحكومة والسيادة العالمية يكشف تفاصيل غير مسبوقة. المبادرة الأمريكية تحول الملف من مسار تفاوضي تقني تحت إشراف الأمم المتحدة إلى دبلوماسية مباشرة وعالية المخاطر. تجاهلها يعني كلفة سياسية واقتصادية كبيرة للجزائر. أما الجزائر وجبهة البوليساريو في مأزق استراتيجي غير مسبوق، فالبوليساريو تعتمد كليا على دعم الجزائر، والضغط الأمريكي قد يضطرها للمشاركة الفعلية في المبادرة أو مواجهة عزلة دولية متزايدة مع احتمالية تصنيفها كتنظيم إرهابي. أما المغرب فهو الطرف القادر على الاستجابة بجدية. المبادرة المغربية للحكم الذاتي المعتمدة دوليا تؤكدها القرارات الأممية الأخيرة مثل القرار 2797، وتضع المغرب في موقف قوة كطرف وحيد قادر على حسم نزاع سلميا. المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإنهاء النزاع الذي طال أمده وتحويله من تعدد خيارات إلى مسار حل واحد معترف به دوليا، مع وضع خصوم المغرب في عزلة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة. الحكم الذاتي المغربي ليس مجرد خيار سياسي، بل أصبح المرجعية الوحيدة لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. أي محاولة لتجاهله أو المناورة حوله ستكون بلا جدوى على المدى الطويل. المغرب ثابت، والفرصة سانحة لإنهاء هذا النزاع التاريخي. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.